السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين نعمل معاكم اهي عاشورة، احلى عاشورة هنعملها اهي. القمح المبشور اهو باي سوبر ماركت او عطار نضيف، بس هي في سوبر ماركت حلوة. بنقيها اهي لو فيها حاجة ما فيهاش حاجة، وهنغسلها وننقعها كده 4 ساعات. هي يا حبايبي هنغسلها معاكم اهي نغسلها حلو برضو عشان هي بتطلع برضو حاجات اهي اسمر كده زي تراب زي حاجة، ونغسلها مع بعض لما المية بتاعتها تبقى نظيفة. هي يا حبيبي ميتها بقت نظيفة اهي. ازاي اهي بقت جميلة اهي، بقت نظيفة. هننقعها بقى 4 ساعات ونوريها لكم. اهو يا حبايبي القمح بقى حلو اهو، اما تنقع بقى جميل اهو. هنعلق عليه ونحط معلقتين رز، اغسلهم وحطهم عليه ونديهم غلوتين واوريه لكم بعد الغلوتين. في ناس بتعمله من غير رز وفي ناس بتعمله عادي. انا بحبه برز، بيديله بخلي الميه بتاعته بيضه. اهو يا حبيبي معلقتين رز هم غسلتهم، واحط معلقتين سكر معاهم، بتفرق قوي فيهم وتخليها مسكره، الحبايه مسكره نفسها. واحطهم على البوتاجاز ياخدوا غلوتين 3 واجي لكم. يا حبايبي اديته غلوتين هم 3 وهو استوى، وشوفوا عمل ازاي بقى مفشر اهو جميل اهوت. هنزوده بقى كوبايه ميه وهننقش شويه كده لوحدهم، وهقول لكم هنعمل بهم ايه اهو. يعني اقل من نص الكميه اهو، حبه صغيره. وادي الكميه اهيت، وهحطها على النار وهنديها كوبايتين ميه ونشوفها مع بعض. عايزه 2 لبن يا حبيبي تغلى اهيت. وبنشيل لو فيها ريم ولا حاجه نشيله اهيت عشان نحط اللبن والحاجه. حبايبي معايا 2 كيلو لبن اهو، 2 رتل اهو، او 2 رتل او 2 كيلو. هنحطهم كده عليهم يغلوا، وهنخلي كوبايه لبن كده يجي ربع كيلو ولا حاجه، وهشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا كوبايه سكر، هي كوبايه الا ربع او كوبايه زي تبع الرغبه زي ما انتوا عايزين اهي. وهنقلب كده يغلوا مع بعض، ياخدوا غلوه وهنشوفهم مع بعض. الخليط اهوت اللي عملناهم اللي هم دول اللي نقصناهم شويه من القمح العاشوره. هنحط عليهم كوبايه اللبن كده، وهنضربهم بالهاند بلندر او في الخلاط اهو يا حبيبي ننعمهم لحد ما ينعم. اهو يا حبيبي نعم اهو شويه. هنحط بقى المكونات عليه. بس يا حبيبي معلقتين قشطه وش اللبن اهو، هنحطهم عشان يدوها طعم حلو. وش اللبن لو عندكم، ما عندكوش الشربة حبه قشطه بيديها طعم جميل برضه. وهنا معلقتين نشا اهو اهوت. هندوبهم مع بعض كده وهنحطهم على بقيه العصير. هي يا حبايبي اهي غليت اهي باللبن، وعايزه معلقتين سكر كده يبقى كوبايه، واللي عايزه مسكره يحط اكتر. تغلي معانا ونحط المكونات اهي اللي احنا ضربناها اهي، ونقلب على طول تقليب مستمر بقى عشان النشا وعشان القشطه وعشان ايه الحاجه اهو. نقلب بقى مستمر كده على طول لحد ما تربط. اهو يا حبيبي بقت عامله اهي جميله ازاي اهي بقت كريمي كده حلوه قوي كده اهي. تقلت اهي. ولو ما عندكوش برضه تعملوا هاند بريندر او خلاط او كبه، ممكن تضربوهم في شويه لبن المكونات دي من غير ما تضربوا القمح التاني اهو. كده القوام بتاعها بقى جميل اهو. وادي كده ايه احلى عاشوره، والف هنا وشفا وتاكلوها. وهنصبها مع بعض. هي يا حبايبي هنغرفها ايه في الاطباق اهي بسم الله. وكل عام وانتم بخير. اهو يا حبايبي بغرفها اهي. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تصلوا على الرسول ناخد الثواب. اهو يا حبايبي اهو غرفته وحطيته قدامكم اهو. وبصوا عامل زي الكريمه اهو، بصوا اهو كريمه اهو، طعمه خطير. والف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد. شوف الكريمه كريمه، ولا ماسك ولا هو جامد ولا هو طري، حلو قوي. والف هنا وشفا.